الضغط هيزيد على الشرطة جدا، وقال لهم نص الكلية التاني أنا كلته، والناس في حالة من الرعب. أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هنتكلم عن واحدة من أشهر القضايا في تاريخ الجريمة، قضية جاك السفاح، أو زي ما بيسميها الفرنجة جاك ذا ريبر، السفاح الغامض اللي رعب شوارع لندن في القرن ال19. لغز كبير خلى الشرطة والناس عايشين في حالة رعب وتوتر، وده لأن الجاني كان بيقتل ضحاياه من غير ما يسيب وراه أي أثر. عشان نفهم أجواء الحكاية دي لازم نتخيل الحياة في لندن سنة 1888، وخصوصا في حي وايت شابل، وده المكان اللي حصلت فيه الجرائم بتاعة جاك السفاح. وايت شابل ده كان حي شعبي زحمة مليان بالفئات الفقيرة، وأغلبهم كان شغال في أعمال بسيطة. ظروف الحياة في المنطقة دي كانت قاسية، يعني انتشار الأمراض وسوء الأحوال الاقتصادية دي كانت حاجة عادية ومتعودين عليها في حياتهم. والبيئة الصعبة دي خلت كتير من الستات انهم يتجهوا عشان يشتغلوا لمؤاخذة يعني في الدعارة، وطبعا ده علشان المام ولقمة العيش. طبعا ده خلى الحي مليان بالستات في اوقات متأخرة من الليل. الحي ده بالذات كان مكان بيغلي بالجريمة والمشاكل، وده اللي جهزه وخلاه مكان مناسب للجريمة اللي هتهز لندن كلها. في 31 أغسطس سنة 1888 لقيوا جثة واحدة ست اسمها ماري آن نيكولز. الجريمة دي كانت صدمة لأن الجثة كانت متعرضة لطعنات كتير في البطن والرقبة. الشرطة أول لما شافت الحالة دي جات لها صدمة، وما كانتش تعرف إن الجريمة دي ما هي إلا بداية لسلسلة من الجرائم اللي لسه هتبدأ في الحي. اللي حصل لماري آن نيكولز ما كانش مجرد جريمة قتل، لا ده كان فيه تخطيط، والقاتل كان بيختار الضحايا بتاعته بعناية، وكان بيسيب وراه نمط وأسلوب معين، واللي هيبان بعد كده معانا في الجرائم الجاية. بعد الجريمة دي مر كام يوم واتكررت الجريمة تاني. في 8 سبتمبر سنة 1888 لقيوا جثة واحدة ست اسمها آني تشابمان، وهنا كان الدليل إن في قاتل متسلسل وبيشتغل وبيقتل بنمط معين، والهدف بتاعه لا هو سرقة ولا انتقام. الهدف هنا كان إنه يعذب الستات دي بطريقة بشعة. مع مرور الوقت الشرطة هتبدأ تستلم رسائل من شخص بيقول أنا القاتل، وكان بيمضي الرسائل بتاعته دي باسم جاك السفاح. الرسائل دي كانت بتزود حالة الرعب، لأن الكلام اللي كان مكتوب فيها كان مرعب ومخيف. واضح إنه جاي من شخص عايش العنف ومشاعره قاسية وقلبه ميت. زي ما قلنا قبل كده، اي حد مليان بالشر ما اتحضنش وهو صغير. الرسائل دي كانت مكتوبه بطريقه بتدل ان جاك ده عنده شخصيه غامضه وذكيه، ده غير انه بيعرف ازاي يستفز الشرطه ويمشيهم وراه، وده من غير ما يسيب اي دليل علشان يمسكوه بيه. جاك كان بيستقصد الستات اللي كانت شغاله في الدعاره، وكان بيستدرجهم في شوارع ضلمه وضيقه، وده اللي خلى الجرايم بتاعته كلها تحصل من غير شهود. والجثث كانت بتتعرض لطعنات في البطن والرقبة، وفي أوقات كان بيشوه الجسم بطريقة بشعة. الطريقة اللي كان بيقتل بيها جاك السفاح ضحاياه كانت بتبين انه عنده معرفة ازاي يتعامل مع الجثث كويس، وده اللي خلى الناس تشك ان هو ممكن يكون شغال يا جزار يا جراح، او من الاخر يعني شغال شغلانة ممكن تخلي عنده خلفية عن التشريح. بعد الجرائم اللي ورا بعضها واللي كترت، الشرطة البريطانية كانت في موقف صعب جدا، وطبيعي الناس بدأت تفقد الثقة فيهم انهم يحموهم من القاتل ده. الشرطة حاولت وجربت اساليب مختلفة علشان تقدر ان هي توصل للقاتل. جابت محققين متميزين، شارلوك هولمز وكونان والجماعة دول، لا ده كمان استعانت بناس عندهم القدرة على قراءة الافكار وتحليل الجرائم، لكن ما كانش فيه دليل قادر انه يوصلهم لحل اللغز ده. الضغط هيزيد على الشرطة جدا، والناس في حالة من الرعب. وعلشان الشرطة تحاول ان هي تهدي الناس، بدأت انها تعرض لهم تقارير عن التحريات اللي هم بيعملوها علشان يقدروا يوصلوا له، لكن جاك السفاح كان دايما سابقهم بخطوة ولا كأنه بيلعب بيهم. واحدة من أكتر الحاجات اللي غامضة في قضية جاك السفاح دي هي الرسائل اللي كانت بتتبعت للشرطة والصحافة، واللي كان بيمضيها تحت باسم جاك السفاح. من الرسائل دي رسالة كانت بعنوان عزيزتي رئيسة التحرير، كان بيوصف فيها الجريمة بطريقة تفصيلية مرعبة، ولا كأنه بيحاول ان هو يستفز الشرطة ويطلعهم بمظهر وحش وانهم عاجزين قدام الناس. الرسائل دي وخصوصا واحدة فيهم اللي اتعرفت باسم رسالة من الجحيم كانت مليانة بتفاصيل عن الجريمة، ده غير ان اسلوب كتابتها كان غريب ومخيف. واسمع دي، كان مبعوث مع الرسالة
نص كلية بشرية. جاك بعتها علشان يتحدى الشرطة ويعرفهم ان الجرائم دي والكلام اللي مكتوب في الرسائل ده بجد ومش مجرد كلام، وقال لهم نص الكلية التاني انا كلته، وبيتحداهم انهم مش هيقدروا يوصلوا له. وده زود الرعب في قلوب الناس اكتر واكتر. من وقتها ولحد النهارده الناس بتحاول ان هي تحل لغز مين هو جاك السفاح. في نظريات كتير قوي مين هو. في ناس قالوا انه كان جراح، وناس تانية بتقول انه كان من الطبقة الارستقراطية او الطبقة الغنية في المجتمع يعني. تخيل ان حتى في نظريات بتقول انه واحد من افراد العيلة الملكية. كل نظرية كانت بتيجي بأدلة، لكن كلها بتفضل مجرد افتراضات. كتاب كتير ومؤرخين حاولوا انهم يجمعوا كل الأدلة اللي موجودة دي، لكن في النهاية القضية فضلت من غير حل، وجاك السفاح فضل شخصية مجهولة. الجرائم دي كان لها تأثير كبير على المجتمع البريطاني، وده مش بس علشان طريقتها الوحشية، لكن لأنها كانت بتمثل حالة من تحدي السلطات. وده علشان لندن وقتها كانت معروفة إنها من المدن المتقدمة. لكن ظهور جاك السفاح ده كشف عن مشاكل كانت مستخبية، مشاكل اقتصادية واجتماعية كبيرة، وفتح عينين الناس على مشاكل الفقراء المدفونين في الأحياء الشعبية. قضية جاك السفاح اتخلدت في الثقافة الشعبية وظهرت في الأفلام والروايات، وجاك السفاح اتحول لأسطورة حتى لو محدش عارف لغاية النهاردة مين هو. دي كانت حكاية جاك السفاح القاتل اللي فضل لغز غامض، واللي خلى الناس تفكر هل ممكن يكون فعلا في شخص بيستمتع بقتل الناس وتعذيبها زي جاك كده. شاركني تحت في التعليقات وقول لي ايه رأيك، ولو عندك نظرية بتقول مين هو جاك السفاح. لكن الأهم ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة لو لسه مش مشترك عشان تشوف حكايات أكتر وأكتر، وسلام عليكم.